صحراء لوط أسخن مكان على وجه الأرض في شرق إيران، حيث لا ينبت شيء ولا يسير إنسان إلا نادرا. تتمدد صحراء لوط كبقعة ميتة على خريطة العالم. اسمها في الفارسية دشت لوط، ومعناه صحراء العري والخراب، وهو وصف لا يبالغ في شيء. هذه الصحراء ليست مجرد رمل وحجارة، بل هي مختبر طبيعي للحرارة والريح والزمن. سجلت أقمار ناسا فيها درجة حرارة بلغت 70 درجة مئوية ونصفا، وهي أعلى درجة سجلت على سطح الأرض على الإطلاق. أين تقع صحراء لوط؟ تقع صحراء لوط في جنوب شرق إيران، بين محافظتي كرمان وسيستان وبلوشستان. مساحتها تقريبا 50,000 كيلومتر مربع، وهي جزء من حوض صحراوي منخفض محاط بسلسلتين جبليتين تمنعان وصول السحب الممطرة. الأرض هنا منقسمة إلى نوعين رئيسيين: الأول سهل ملحي أملس يسمى الكلوت، والثاني حقول هائلة من الكثبان الرملية والأعمدة الصخرية التي نحتها الريح. كيف تشكلت هذه اللوحة الجهنمية؟ منذ ملايين السنين كانت لوط قاع بحيرة مالحة ضخمة، ثم جفت البحيرة بسبب تغير المناخ وارتفاع الجبال المحيطة، فتركت وراءها طبقة سميكة من الملح والطين المتشقق. الرياح الشمالية القوية التي تهب صيفا تسمى باد صد 20 يوما، تحمل معها الرمل الناعم وتنحت الصخر ببطء لا يتوقف. هكذا تكونت أعجب تضاريس الصحراء، وهي ما يسمى اليردانغ. اليردانغ هي أعمدة وجدران صخرية طويلة تشبه مدينة مهجورة، بعضها يرتفع أكثر من 70 مترا. النظر إليها وقت الغروب يشعرك أنك تقف على كوكب آخر. لماذا لا تعيش فيها الحياة؟ صحراء لوط من أجف أماكن الأرض، والمطر هنا قد لا يسقط إلا مرة كل عدة سنوات. التربة مالحة والحرارة تقتل كل كائن لا يحتمي تحت الأرض. مع ذلك وجد العلماء بكتيريا متطرفة تعيش في الشقوق الملحية، وهي من أقصى الكائنات على وجه الأرض. حتى هذه الكائنات لا تظهر إلا ليلا حين تنخفض الحرارة قليلا. أسرار الحرارة القصوى. السبب في الحرارة الجنونية في لوط هو مجموع 3 عوامل. الأول انخفاض الأرض واحتباس الهواء الحار داخل الحوض. الثاني لون التربة الداكن الذي يمتص أشعة الشمس ولا يعكسها. الثالث جفاف الهواء التام الذي يمنع تبخر العرق وتبريد الجسم. لذلك تستخدم صحراء لوط اليوم لاختبار الأقمار الصناعية والمسابير الفضائية، لأن بيئتها تشبه بيئة المريخ. مدينة شهداد وذكريات الماضي. على أطراف الصحراء تقع مدينة شهداد الأثرية، وهي مدينة كانت مأهولة قبل 5000 سنة. وجدت فيها مصنوعات نحاسية وخزفية تدل على أن الحياة كانت مزدهرة حين كانت المياه تجري هنا. اليوم لا يبقى منها إلا الأطلال، والصمت الذي يغطي كل شيء. الخاتمة. صحراء لوط تعلمك أن الأرض قادرة على أن تخلق الجمال من الخراب. كل شق في الملح، وكل عمود صخري، هو نحت ريح صبورة عملت لآلاف السنين. من يدخلها لا يخرج منها كما دخل، فالصمت هنا ثقيل، والحرارة صادقة، والحقيقة عارية. ولعل هذا هو سر جاذبيتها للعالم والمستكشف والباحث عن الحدود القصوى للحياة.